حاجات لو ما اتعلمتهاش قبل ما تكمل 30 سنه غالبا هتتعلمها بعد كده، بس هيكون للاسف عن طريق الخساره او الصدمات. واللي جاي مش نصايح، دي ادوات حياه لازم تكون في شنطتك وانت داخل على ال30، والاخيره هتكون هي سبب نجاح. المهاره رقم 1 قياده الذات قبل قياده الناس. قبل ما تطلب تبقى مدير او قائد اسال نفسك بتعرف تسيطر على وقتك؟ بتلزم نفسك بخطه؟ اللي مش بيعرف يمشي نفسه على جدول عمره ما هيعرف يمشي فريق على هدف. ابدا بقياده نفسك وتعلم تقول انا السبب. المهاره رقم 2 تسويق نفسك اهم من شغلك. احيانا اللي بيعرف يسوق نفسه بياخد فرص اكتر حتى لو مش هو الافضل. الناس مش بتشوف مجهودك، الناس بتشوف ازاي بتقدم نفسك وازاي بتحكي قصتك. سوق نفسك من غير ما تبقى فيك، لكن ما تبقاش شبح محدش شايفه وانت مستني التقدير ينزل من السماء. المهاره الثالثه واهمهم فهم رياده الاعمال مش رفاهيه، دي ضروره سواء هتفتح مشروع او تشتغل في شركه. لو مش فاهم يعني ايه قيمه وتكلفه وتسعير وحل مشكله وكسب عميل يبقى انت لسه بتلعب. رياده الاعمال مش انك تفتح كافيه، دي عقليه بتعرف تربط بين الفرصه والناس والفلوس وتخلق بيهم شغل حقيقي. قبل ما تكمل 30 سنه اوعى تكون لسه مستني حد يعلمك ازاي تبقى جاهز. اللي فاهم اللعبه بيبدا يصنع نفسه بدري وبيتعلم اللي محدش درسه في الجامعه، لان الفرق الحقيقي مش في الشهاده، الفرق في اللي معاه ادوات وعارف هو بيعمل ايه وليه. ابدا من انك تاخد قرار تطور نفسك النهارده مش بكره. ما تنساش تعمل فولو واكتب لي في الكومنتات ايه اكتر مهاره حاسس انها ناقصاك لحد دلوقتي، علشان الفيديو اللي جاي هيكون عن ازاي تتعلمها.